اهلا بيكم في وصفة جديدة ان شاء الله. النهاردة هقدم لكم كبسة الفراخ، وهقدم جنبها سلطة الدقوس بطريقة بسيطة جدا، وجبة فطار كده سهلة وبسيطة، وكمان في حلة واحدة. يعني لو عندكم فراخ وشوية رز بسمتي هتعملوا الأكلة الحلوة دي. الفراخ كده بتكون متحمرة، والسلطة دي بتبقى لذيذة كده مع الرز البسمتي. ان شاء الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. في طاسة على النار هضيف معلقة كبيرة من السمنة، وعليها معلقة كبيرة من الزيت. هسيب الزيت والسمنة يسخنوا كويس جدا، وبعد كده هنزل بالفراخ. انا النهاردة هستخدم الوراك، بحب اعمل الوصفة دي بالوراك، بيكون طعمها احلى بصراحة. لكن لو عندكم فرخة كاملة هتطبقوها بنفس الطريقة. هنزل بقى بالفراخ على الزيت والسمنة كده او المادة الدهنية لحد ما الفراخ تتشوح وتاخد صدمة وتوصل للون المحمر اللي انتوا شايفينه ده. الحركة دي بتحلي من طعم الفراخ، وكمان بتساعدها على التسوية، بتخلي طعمها حلو كده. هقلب كده بقى الفراخ على نار عالية في الزيت لحد ما تتشوح معايا كويس، وبعد كده هاخدها بقى في طبق. وفي نفس الزيت والسمنة اللي انا حمرت فيها الفراخ هكون مجهزة معايا توابل ناشفة عبارة عن قرفة وليمون وورق غار او ورق لورا وحبهان وثلاث وحدات من القرنفل. هنزل بيهم كده في المادة الدهنية، وهبتدي ان انا احمص التوابل دي بحيث ان هي تاخد تحميرة كده وريحتهم تبتدي تطلع. هكون مجهزة معايا بصلة مبشورة ناعم، هنزل بيها في الزيت. هبتدي ان انا ادبل البصلة مع التوابل دي لحد ما ريحة التوابل تطلع كده، والبصلة تبتدي تاخد لون وتتشوح حلو قوي. هكون بقى في التوقيت ده مجهزة طماطماية كبيرة مبشورة بنفس الطريقة اللي بشرت بيها البصل، وهبتدي ان انا انزل بالطماطم بقى اشوحها مع البصل والتوابل. الريحة بقى ابتدت تطلع في المرحلة دي. هنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة دي، بتعزز الطعم وبتخلي لون الرز وطعم الفراخ حلو قوي. هنزل بقى بالفراخ بعد كده على البصل والتوابل والطماطم اللي احنا ضفناها، وبعد كده عليهم بقى معلقة كبيرة من بهارات الكبسة. كمان بحب اضيف مكعب من مرق الدجاج الفوري ومعلقة كبيرة من الملح علشان بقى اظبط الملح بتاع الفراخ. لو مش متوفر بهارات الكبسة تقدري تضيفي معلقة صغيرة لكل من المعلقة صغيرة من الكركم، عليها معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وعليها معلقة صغيرة من الكاري، هتديكي نفس التست بتاع بهارات الكبسة. كده خلاص انا شوحت الفراخ كويس قوي. هنزل عليها بقى ميه مغليه، مش هغطي الفراخ، يا دوب بس المستوى اللي انتوا شايفينه ده، علشان عايزه النكهه تبقى باينه كده في الفراخ، ما احسش ان هي مسلوقه، لا عايزه اركز اللي تبقى متركزه كده بطعم التوابل والحاجات اللي احنا ضفناها. هنسيبها بقى بعد الغليان لمده نص ساعه علشان الفراخ تستوي. بعد كده بكون مجهزة معايا نص كيلو من الرز البسمتي، بكون نقعاه في مية لمدة ساعة. الحركة بتاعت النقع دي بتطري معانا الرز وبتخلي الحجم بتاعه كده يزيد. بصفيه بقى في مصفى. وبعد كده بكون مجهزة معايا برضو نص كوباية من الزبيب. انا بحب اضيف الزبيب مع الرز البسمتي او الكبسة، بيديها طعم حلو قوي، خصوصا الزبيب الرفيع ده. كده خلاص الفراخ استوت، اديت لها نص ساعة بعد الغليان. هبتدي بقى اشيلها من الشوربة دي. الفراخ هنا بتكون استوت، ومش عايزة اقول لكم بقى الريحة بتبقى حلوة جدا، ريحة الكبسة كده بتبقى باينة قوي. وهشيل كمان اي وحدات كده من القرفة او الحبهان علشان هرجع بعد كده اضيف الرز، ما تبقاش باينة في الرز كده. فاي قرفة اي قرنفل اي حاجة تشيلوها. بعد كده هضيف بقى الزبيب، وهظبط بقى الملح بتاع الرز. هضيف كمان معلقة كبيرة من الملح. هسيب الشوربة دي تغلي كويس جدا، وبعد كده هنزل بقى بكل كمية الرز زي ما قلت لكم. دول عبارة عن نص كيلو من الرز البسمتي، او بالكوبايات كوبايتين ونص من الرز البسمتي. هعلي النار بقى لحد ما الرز يبتدي يغلي كده على اعلى حاجة، ولما يبتدي يتشرب هبتدي اعمل النار على وسط واسيبه لحد ما يستوي. ياخد معانا بالظبط تلت ساعة، نفس تسوية الرز المصري العادي. هجيب الفراخ كده بقى بعد ما استوت وهرصها في الصينية، مش هضيف عليها اي مادة دهنية تاني خلاص، وهدخلها الفرن تحت الشواية لمدة 10 دقايق لحد ما تتحمر.
هنا بقى خلاص الرز كان اتشرب الشوربة او المية اللي فيه. بنهدي النار خالص بقى في المرحلة دي وبنقلب كده، ولو لقينا كمان وحدات من القرفة كده او القرنفل بنشيلها علشان ما نضايقش بعد كده اللي هياكل الرز. بنديله تقليبة كده. وفي التوقيت ده انا بفضل ان احنا نسيب الرز مكشوف ما نغطيهوش علشان يبتدي ينشف كده، ولما يهدى كده يبتدي يكون مفلفل معانا اكتر. هسيبه كده بقى خلاص لمدة يعني 4 3 دقايق، وبعد كده هيكون استوى معانا. معايا بقى سلطة الدقوس، عبارة عن طماطمتين كبار، معايا شوية من النعناع، ده نعناع ناشف كده بس ورق، ومعايا كمان فصين توم او 3 فصوص توم، ومعايا فلفل اخضر وفلفل احمر وشوية من البقدونس. هجيب الكلام ده كله وهضيفه في الكبة بالشكل ده. ولو عايزينها حارة بزيادة تقدروا تضيفوا فلفل احمر حار. هبتدي اضيف بقى معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الشطة، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم علشان تعزز القوام ولون الطماطم. بفرمها بقى لحد ما تبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. متحاولوش تنعموها اكتر عن كده علشان ما تبقاش معاكم صلصة كده او صيصة بزيادة. هو القوام ده حلو قوي. نحطها بقى في اطباق التقديم، بتبقى يعني طعمها حلو كده مع الرز البسمتي. بصراحة اي نوع رز بسمتي او مع الكبسة او المندي او الحاجات دي بتلاقي عليها. ودي الفراخ بقى طلعناها من الفرن، وده الرز بقى بعد ما قفلنا عليه. عايزه اقول لكم كان مفلفل وحلو جدا. في طبق التقديم بقى هنبتدي ان احنا نضيف بقى الرز بالشكل ده في الطبق. الرز ده حلو قوي، عجبني جدا، وكمان الزبيب اللي فيه مديله تسكيرة او حلا على الخفيف كده حلو قوي. انا بحب الزبيب عامة مع الرز البسمتي. هنظبط بقى الطبق كده، وهنضيف اخر حاجة الفراخ اللي احنا حمرناها تحت الشواية. وعايزه اقول لكم اكله سهله وبسيطه، وجنبها كده سلطه الدقوس. وبنزين بشويه من البقدونس. تقدروا تضيفوا كمان مكسرات، تحمصوا مكسرات لو تحبوا تضيفوها على الرز البسمتي. وبضيف كمان شويه من البقدونس على السلطه بالشكل ده، بتدي لها طعم وريحه حلوه قوي. جربوا الوصفة سهلة وبسيطة. لو عندكم فراخ ورز بسمتي في البيت، بدل بقى ما نقعد يعني نطبخ الفراخ ونطبخ جنبها رز ونعمل خضار، لا الوصفة دي سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. زي ما قلت لكم ساعة ونص بالظبط، وفي حلة واحدة، وبتكون جاهزة ومستوية معاكم. يعني قبل الفطار بساعة ونص بتكونوا محضرين الفطار. ودي سلطة الدقوس، قوامها حلو جدا وطعمها حلو قوي. كبسة الفراخ او كبسة الدجاج دي كانت وصفتي البسيطة النهاردة. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.